ازيكم. النهارده هندردش كده شويه ونتكلم على الامكانيات. يعني ايه؟ يعني انا ايه الامكانيات اللي في ايدي اللي تخليني اقدر اوصل لهدفي؟ هل معنى ده ان انا لازم يكون في ايدي اقوى امكانيات عشان اوصل لهدفي؟ لا، مش لازم. بس الطبيعي ان احنا كلنا طماعين وكسلانين شويه. فالكسل بيولد ان انا على طول بعطل او مش ببتدي في الحاجه اللي انا عايز ابتدي فيها لحد ما اوصل لاعلى امكانيات، وبعد كده ابتدي واشوف الدنيا تمشي معايا ولا لا. مثال: انا دلوقتي عايز اروح الجيم وعايز شكلي يبقى كويس وعايز اعمل فورمه وكل حاجه تمام. طب انا معيش فلوس اشتراك جيم قوي. عندي حل من الاثنين: يا اما هبتدي في جيم ضعيف او صغير او ابتدي في البيت، يا اما هفضل مستني واقعد احوش في فلوس، وبعد لما يكون معايا الفلوس دي هروح ادفعها في الجيم والله اعلم انا هكمل ولا لا. ده معناه ايه؟ وبرده ده وجهة نظري الضعيفة، ان انا ابتدي باللي في ايدي الاول واجرب. انا ممكن اجرب حاجة وفي الاخر ما تعجبنيش، او ممكن اجرب حاجة وما تبقاش مناسبة ليا، ممكن اروح الجيم وفي الاخر ما انبسطش. قيسوا ده على كل حاجة في الدنيا. انا مصور مثلا، هل هبتدي بحاجة بسيطة؟ هبتدي بكاميرا الموبايل الاول واشوف نفسي هقدر اطلع ايه، وبعد كده ابتدي اتطور اجيب كاميرا، بعد كده اعمل ابجريد اجيب كاميرا احسن مثلا لو الدنيا مشيت معايا، ولا هقعد مستني سنه ورا التانيه واقعد احوش في الاخر اجيب كاميرا غاليه وممكن في الاخر انا اصلا ما الاقيش نفسي في التصوير. ممكن الاقي ان انا مش عارف اكوب مع السوق واطلع فلوس من الموضوع. ممكن الاقي ان انا في الاخر دي هوايه مش شغل. يعني انا مش عارف ابقى مبدع بحيث ان انا اطلع حاجه العميل يطلبها. قيس ده على كل حاجه في الدنيا. طيب انا ايه وجهة نظري البسيطة؟ ومش شرط اكون انا عملت ده، يعني انا برضو في وقت من الاوقات كنت عايز اعمل حاجة واستنيت يبقى معايا اقوى حاجة في الدنيا واتأخرت فترة طويلة. يعني لو هناخد ده كمثال، انت عايز تبتدي يوتيوب تشانل، امسك الموبايل وسجل بالمايك بتاع الموبايل. حتى يعني في الاول جرب شوف نفسك انت هتنبسط مش تنبسط. ممكن تطلع في الاخر هتتكسف قدام الكاميرا، ممكن تلاقي كومنت سخيف جالك فتقفل القصة خالص. فيعني اي حاجة جربها الاول. طيب، هل الامكانيات مهمه؟ اه طبعا مهمه. طبعا اي حد فينا نفسه يبتدي باقوى حاجه في الدنيا في اي حاجه. نفسك تركب احسن عربيه، يكون معاك احسن موبايل، وتروح احسن جيم. طبعا. هل ده متاح للناس كلها؟ اكيد لا. طيب ايه بقى ميزه ان انت ما تبتديش باقوى حاجه؟ من وجهه نظري البسيطه هو الابداع. يعني انا هصور مثلا، معايا اقوى اكويبمنت موجوده حاليا، معايا كاميرا قويه جدا، عدسات قويه جدا، واضاءه قويه جدا. تمام، ده هيسهل عليا شوط طويل قوي جدا يعني. الكاميرا الحلوه دي هتسهل عليا حاجات كتير قوي. الاضاءه يعني ممكن لو حد بيصور هيفهم اللي انا بقوله ده. الاضاءه الحلوه الغاليه هتسهل عليا حاجات كتير قوي. كل الكلام ده بيفرق. طيب يفرق ايه بقى لو حد معاه ايكويبمنتس قويه قوي او حد معاه موبايل بس هيصور بيه؟ يفرق ان اللي معاه الموبايل ده مش هيعرف يوصل للي معاه ايكويبمنتس قويه قوي هيوصل لها غير لما يموت نفسه. هيتعب جدا. هيتحرك اكتر بكتير عشان يقدر ياخد مثلا كادرات معينه. هيتعب جدا عشان يعرف يظبط الاضاءه ويطلع صوره كويسه من الموبايل. هيتعب، فلما يتعب هيبتدي يبقى فيه ابداع وهيخلق اشكال جديده للتصوير. هيخلق كادرات جديده هيقدر يصور بيها عشان يعرف يطلع حاجه حلوه. فمن هنا يجي الابداع. برضو دي وجهة نظري، يعني ممكن اكون انا غلط او ممكن اكون انا شايف ان دي صح بالنسبه لنا. انت مثلا نفسك تتعلم اي حاجه، عايز تتعلم ايديتنج مثلا، على سبيل المثال عايز تتعلم اكسل اي حاجه. يا اما هيكون معاك فلوس وتروح تاخد كورس الاول، يا اما تقعد تخبط مع نفسك الاول. طب ايه ميزه ان انت تخبط مع نفسك الاول؟ ان ده هيشتغل لما انا اقعد اجرب بايدي. انا شغلت دماغي وقدرت ابقى مبدع في حاجه انا مش قوي فيها عشان اوصل للي انا عايزه. عمرك ما هتتعلم 100%. انا مش بقول الكورسات وحشه، لا الكورسات جميله ومفيده ومهمه جدا ولازم تاخدها في الاخر. بس الفكره في ايه؟ انا لما اخد كورس انا هاخد كلام من شخص معين قوي جدا في الحته دي، وهو حافظ سيناريو او حافظ سيستم هيمشي عليه، فانا هاخده منه اطبقه زي ما هو. فهيكنسل عندي حته الابداع، حته الكرياتيفيتي هتتقفل لان انا خدت كل اللي انا عايزه من شخص معين. مش وحش، اه حلو.
بس فين الحته بتاعتي؟ يعني فين الحته بتاعتي اللي انا هبقى مبدع فيها واللي انا طلعتها من دماغي لوحدي فهبقى مميز. تمام. انت معاك فلوس هتروح تشترك في جيم قوي جدا وتنبسط جدا وتلاقي اجهزه مهوله. طيب لو انت معكش فلوس، لو انت معكش فلوس هتبتدي تعلم نفسك ازاي العضله دي بتشتغل، وازاي وانا في البيت ومعيش اكويبمنت اشغل عضله صعبه. انا هدخل واعمل ريسيرش وابتدي ادور لحد ما افهم بقى يعني ايه بايو ميكانيك، افهم يعني ايه هيكل عظمي، ولما انهي عظمه تتحرك انهي عضله هتشتغل، فاقدر اكبر العضله اللي انا محتاج اكبرها. انتوا فاهمين قصدي ايه؟ ففي الاخر اي حاجه انت محتاج تعملها ابتدي النهارده، ما تستناش لبكره. ابتدي بالامكانيات اللي موجوده معاك. ابتدي ولما تلاقي نفسك مشيت فيها انبسطت. اي حاجه يعني، هتتعلم كمبيوتر، هتتعلم تصوير، هتجرب تعمل يوتيوب شانل، هتتمرن، اي حاجه يعني. ابتدي بعد كده خد الخطوه. لقيت نفسك مبسوط وقادر تدي وحاسس ان دي فعلا الحته بتاعتك، الكارير بتاعك، دي هوايتك، دي رياضتك المفضله، ابتدي اصرف عليها مفيش مشكله. بس حاول في الاول تجرب من غير فلوس، حاول تجرب بالامكانيات اللي في ايدك الاول. لما توصل للنقطه وتتاكد ان هي دي الحاجه اللي انت فعلا عايز تكمل فيها، حط فيها فلوس واستثمر فيها، وهتبقى فيها قوي جدا وهتبقى احسن من غيرك عشان ابتديت بحاجه قليله وابدعت وبقيت فعلا كريتيف. انا احمد صالح من ريبتال فيتنس، ودي كانت دردشه بسيطه كده، ولو الكلام ده عجبكم يا ريت تعملوا فولو وسبسكرايب.